احنا دلوقتي هنسال الاستاذ حسن، هو طبعا خبره بقاله كام سنه في موضوع البطيخ، فعشان ما تخمش وراح اجيبها بقى قرعه وكده وتفاحه تخيل علينا. فهنقول للاستاذ حسن يعرفنا ازاي تشتري البطيخه ازاي. تعالى بقى كده يا استاذ حسن عرفنا، قول لنا بقى كده يا استاذ حسن. زي ما قلت لك كده، البطيخه اولا لازم أن يكون المنبع كويس، يكون الارض كويسه، ارض مسقيه ميه كويسه. ثانيا تعالى على البطيخه نفسها بقى، البطيخه ما تكونش لينه، لان اللينه ديت هتبقى زي من جوه مخوخه. أيوة. ميه من جوه، ميه طبعا هتترمى. مع احترامي دي تتعب، ودي تلاقي مثلا يقول لك انا كنا بطيخ وتعب، ده بيبقى معرض للشمس ومعروض في الشمس كتير. فالبطيخه لازم تكون ناشفه، لازم احنا بنطبل عليها كده وبتاع عشان تكون البطيخه ما تكونش لينه، ما تكونش مستويه، تكون لما تفتح البطيخه تلاقيها ناشفه من جوه. دي اهم حاجه في مواصفات البطيخ. تمام. طب يعني ما تبقاش من هنا مثلا بيقولوا بقى العنق ومش العنق العادي واللي تحت واللي هو والحاجات دي من ضمن العلامات عادي. العلامات لازم يكون العنق ناشف كل حاجه. بس زي ما قلت لك هو المنبع يكون الارض بتاعته كويسه، مثلا زي بقى بطيخ الجيزه، بطيخ قلب شوش، بلد بطيخ النمس زي اللي معروض ده، لازم يكون البطيخ منبعه كويس. تمام. هي كام كيلو يا استاذ حسن؟ هي 12 كيلو. 12 كيلو؟ وفي لحد 15 كيلو. خلاص تمام. ماشي يا استاذ حسن، شكرا يا استاذ حسن.